السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي جميعا، ورجعت لكم بمعلومة مهمة جدا 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 للإسهال الأخضر اللي هي السالمونيلا عند الطيور عندك، إذا كان حمام أو عصافير أو فراخ أو أيا كانت الطيور، وطبعا بالأخص الحمام عشان احنا بنتكلم في محتويات الحمام، المحتوى يعني يخص الحمام. تمام؟ أول حاجة أنا لقيت عندي إسهال أخضر عند الحمام، أتصرف إزاي بطريقة بسيطة وسهلة جدا وغير مكلفة جدا. أول حاجة بروح عند العطار أجيب من عنده 5 جنيه كزبرة حصى. تمام، وبجيب من عنده ب 5 جنيه كركم. بغلي الكزبره الحصى في قلب 2 لتر ميه وانزلها من على النار الاول واصفيها، وبعد ما اسيبها تبرد خالص احط عليها معلقتين كركم واقلبهم كويس تمام التمام، واكون معطش طبعا الحمام، وابتدي ادي الحمام يشرب. طب الكزبره بتعمل ايه؟ الكزبره بتعمل عمليه مسح شامل لجوف فرد الحمام من بكتيريا او ميكروب او اي حاجه. تمام. طيب انا عندي الحاله مستعصيه، يعني الاسهال السالمونيلا مسيطره شويه على فرد الحمام، ابتدي ادي كل فرد حمام كبسوله انتينال بشري. كبسوله انتينال بشري ممتازه طبعا على عطش، على جوع، والميه لازم تكون على عطش، تكون جوف معده فرد الحمام تكون فاضيه عشان تعمل معاك مفعول كويس، في نفس الوقت الحمام يستفيد منها بسرعه. طيب انا النهارده قلت لكم معلومه عن السالمونيلا، طبعا في علاجات كتيره للسالمونيلا، لكن انا بفضل العلاجات اللي هي بتبقى من الطبيعه. يعني انا برشح الحاجات اللي هي بالطبيعه بتبقى احسن. ليه؟ طبعا العلاجات البيطريه الواحد مش محكر منها، ولكن ليها اثار جانبيه وليها نسب معينه. معظم الغوايه للاسف الشديد بتدي عشوائي، مش معظمهم يعني، بعض منهم بيدي عشوائي وده غلط. لازم يكون حتى العلاج اللي انت بتديه الحمام لازم يكون بنسب معينه. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تكون استفدت المعلومه. معكم مدير شاهين، منتظروني بمعلومه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب نكون بنقدر نفيدكم بمعلومة في الفيديو القصير دوت. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.